السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرات كتير لما بنتوجع أو بنتكسر بننسى إن اللي بيحصل لنا ده مش صدفة ولا ظلم ولا عقاب دايم، هو بس جزء من مكتوب قديم في اللوح المحفوظ من قبل ما نتولد ب50,000 سنة. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني حتى اللحظة دي بدموعها وخوفها وضعفها مكتوبة، وده مش معناه انك ملكش حرية، لكن معناه انك مش تايه ولا ضايع، وان اللي انت فيه ده تحت نظر ورعاية رب كريم رحيم بينا. المعرفة دي لو دخلت قلوبنا صح بتخفف الألم وبتدي معنى للانتظار، وبتخلي الخطوة اللي جاية أهدى شوية. خد نفس وافتكر، مفيش حاجة خرجت عن علم ربك، ولا لحظة راحت من غير حكمة. ربنا حكيم خبير عليم بينا. انت مش لوحدك، كلنا بنتوجع وكلنا بننسى، بس تعالى نفتكر سوا انك دلوقتي في لحظة طمأنينة، ويمكن اللحظة دي تكون بداية سلام جديدة جوانا. لو الكلام ده ريحك ابعته لحد ممكن محتاج يسمعه. خليك معانا في لحظة طمأنينة جديدة، وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.